بالنسبة لنا احنا في دور المجموعات، الحمد لله بدينا البطولة هذه بقوة بانتصارين. مطالبين باش نأكدوا البداية القوية متاعنا، نلعب على أرضية ميدانا ضد فريق محترم ومحترم جدا. لعب مقابلتين اثنين ما قبل حتى هدف. فريق حورية صار من الكبار متاع افريقيا. لازمنا نكونوا في احسن حالاتنا على المستويات الكل باش ان شاء الله نوصلوا للهدف متاعنا ان شاء الله. الايجابيات سيكو خاصة فريق الرجاء فريق متكون جديد. لو فات نلعبوا كل 3 ايام مقابلة، هذا باش يساعد على مستوى بناء ليزوتوماتيزم الكويزيون ما بين اللاعبين يكونوا مركزين اكثر. لكن مالوريزمون وقتها تلعب في الماراثون هذا مع دي ديبلاسمون طوال، فما ريسك نتاع دي بليسور. في المقابله الاولانيه خسرنا سفيان بن جديده وقت دخل ضد سيمبا بليسور وما كانش موجود معنا في مقابله البطوله. الاخيره مكعازي زاد كيف ان بليسور مسكولير. هذوما السلبيات نتاع كي تلعب كل 3 ايام مقابله. والايجابيات سيكو تخلي لكون الفريق في تطور مستمر. على مستوى الجاهزيه نتاع اللاعبين ان شاء الله نكونوا حاضرين على المستويات الكل. نتصور اللي كانوا فما العديد اللي يقولوا رجاء باش يكون عنده مقابله اللي وقتها يستقبل باش تكون عنده سهوله. لا، المقابلات كلهم رانا صعاب. التركيز على شروط النجاح، شروط الاشياء اللي يخلي لك هي اللي باش تجيب لك الانتصار. ما فماش مقابله تربحها قبل ما تلعبها. الشيء اللي نركز فيه مع اللاعبين مهم جدا هما الحاجات اللي لازم يتعاملوا باش تكون عندنا حظوظنا وافره للانتصار. والحاجات هما واضحين. لازمنا نهبطوا نقاتلوا، لازمنا نضغطوا على المنافس، لازمنا نحطوهم في وضعيات صعيبه، لازمنا نعملوا ضغط مستمر، لازمنا نكونوا جاهزين على المستويات الكل. وهذا الكل واحنا انا والاطار الفني والاطار الطبي سواء على مستوى الانتعاش ولا جاهزين نحضروا فيه. الاطار الفني كل نحضروا في اللاعبين باش يدخلوا جيعانين انتصار، جيعانين دويل، جيعانين انجاجمون. وقت يتوفروا هذم الثوابت هذوما تولي عندنا حظوظ كثيره للانتصار. لكن اذا غابت الثوابت هذم، واذا نلعبوا بالمشي ونلعبوا بالاكتفاء ونلعبوا بالمونك تاع الانرجي، اكيد المقابله تكون صعيبه وصعيبه جدا. الحاجه الايجابيه هو الفريق كي يلعب يخلق فرص، فريق يحط المنافسين في دي سيتياسيون تاع الديكالاج وكل شيء. هذا مهم جدا، يدل اللي كونه الفريق عنده اسلوب وعنده ستيل واحد. في بعض الاحيان يجيوك 5 6 فرص تسجل منهم 50 60% 70%. في مقابلات سجلنا 4 5 اهداف، الافيكاسيتي كانت حاضره 100%. مش كل مقابله باش الفرص اللي جيت تسجل. المهم الاجتهاد. يسري قاعد يعمل في دي ماتش محترمين برشا على مستوى عالي وعالي جدا. خابه نفس الشيء، هبطي نفس الشيء، بن جديده نفس الشيء. دخل معنا زرهوني وحفيظي، ما ننساش حذراف. المهاجمين كلهم قاعدين يجتهدوا ويتعاملوا مع الوضعيات هيكم باش يحاولوا يترجموهم الاهداف. لكن الاهداف مش مسؤوليه المهاجمين برك، الفريق الكل مطالب باش يكون يساهم في التسجيل. بيان سي راح تكون الخدمه والسيريو في لي زونطرينمون باش تكون نهار الماتش في لوتور ونتقدم الاضافه. تقدمها بيان سي اول حاجه للجروب وصحابك باش يكونوا باش هما يزيدوا يساعدوك باش تكون يسهلوا لك المأمورية. هذا هو السر. بالنسبة للحالة الصحية اللي الشيء اللي متأكد مكعازي مش باش يكون موجود في المقابلة هذه، عمل لي بليسيور مسكولير. اليوم يعمل اليرام ونشوفوا شنو الوضعية متاعه. سفيان تدرب امس لكن مش مع المجموعه، عمل كو دو لا كورس. شوفوا سيونس دونترينمون تاع اليوم وشنو هي ليفوليسيون تاع البليسيور نتاعو. بولاكسود زاد كيف عنده ان بليسيور من قبل المقابله هذه. راحيمي نفس الشيء. هذوما مش باش يكونوا موجودين بالطبيعه. نسترجعوا اسماعيل المقدم اللي ما كانش موجود في المقابله الاخيره فيو اللي عنده 4 افيرتيسمون. اكيد احنا باش نلعبوا مع منافس مباشر. هما يطمحوا باش يترشحوا للدور الربع النهائي، جايين باش يعطيوا كل ما عندهم. ما ننساوش اللي حوريه كوناكري في 2 مقابلات ما قبلت حبت حتى هدف.
عندها هي 4 نقاط، ورسوا دوميسيل. احنا ما كناش محظوظين في المقابلة الأولانية، لعبنا بدون جمهور متاعنا ضد نيجيليك. نفس الشيء أول جولة ضد الفايبرز لعبنا بدون جمهور، حضور الجمهور متاعنا. اليوم باش يكون موجود الجمهور عنده معزة كبيرة في قلوب اللاعبين وفي عقولهم، ويعطي في طاقة كبيرة للاعبين باش نلعبوا مع الجمهور متاعنا. مطالبين باش نواصلوا سورتو كالروح باش نهبطوا ونقاتلوا، وهذا الكل قاعدين نخدموا عليه. ماهيش بوطون تنزل عليها باش ترى اللاعبين تجري واللاعبين تقاتلوا، واللاعبين لدقيقة 94 و95 يعملوا في ضغط عالي. في ايمان قاعدين نخدموا معاهم، وهما عندهم ايمان كبير اللي كونوا مع بعضنا نوليو اقوى. بالطريقه هذيك هو نجموا نجيبوا الانتصارات. الثوابت اللي تبنات هما شروط النجاح. شروط النجاح سيكو تهبط تضغط على المنافس، تحطه في بلاصتو، تهبط توجعه، تفرض اسلوب اللعب نتاعك. وفما اسلوب تلعب، فما فكر جماعي تبناه، فما هويه تحطت. هيك الهويه اللي فيها برشا روح، فيها برشا جو كوليكتيف. هاكم لي زانغريديون نتاع الريوسيت نتاع الفيكتوار. دونك اذا يتوفروا هذا تكون عندنا حظوظنا وافره باش ننتصروا. لكن في نفس الوقت باش نلقاو بوزيسيون، باش نلقاو ان ادفرسير تري فيزيك، ان ادفرسير يحب لي دويل، ان ادفرسير يعرف يدافع في بلوك با. يلزمنا باش نحطوهم في وضعيات صعيبه، ويلزمنا باش ننتصروا، باش نقربوا ان شاء الله للترشح للربع النهائي. هو التحليل هذا انا ما نمشيش معاه برشا في المقاربه نتاعنا، خاطر شفت العديد يتكلموا الانتصار تخش عليه حاجه حاصله وباش نخموا احنا في المقابله اللي بعدها. لكن بحكم معرفتي للشامبيونز ليج ومعرفتي لطبيعه المقابلات هذوما، التركيز لازم يكون على شنية الاشياء اللي تعملها باش تنتصر بالمقابله. اليوم باش نلعبوا ضد ان ادفرسير كورياس، ان ادفرسير عنده امكانيات، ويلزمنا احنا نكونوا جاهزين على المستوى الكل. لازم التركيز نتاعنا يكون على المقابله هذه، مش 100% 200%، خاطر الرجاء فريق قاعد يتكون، فريق قاعد يربح في الوقت. شفتوا اللي كونوا من شهر الرجاء قاعد طالع في المستوى هذا، ما جاش وزار، جاب بالانفستيسمون نتاع الملاعبيه، بالتركيز نتاعهم، بالسيريو، جاب عمل جاد ومستمر. احنا قاعدين نطمحوا باش نكونوا في نسق نتاع تطور، والتطور هذا هو اللي يخلينا باش نحصدوا النتائج. ابخي بعد نلعبوا شامبيونز ليغ ونلعبوا شامبيونا ونلعبوا كاس العرش. بالنسبه لنا احنا لو بليز امبورطون سي لو ماتش، لو بروشان ماتش، ما نخزروا لحد شيء. اهم محطه بالنسبه لنا احنا هي مقابله حوريه كوناكري. يلزمنا نلعبوها بالليزاتو نتاعنا الكل باش نجموا نحققوا الهدف. اذا ما نفكروش بالطريقه هذيك رانا باش نلقاو صعوبات كبيره. دونك الخلاصه سي التركيز على شروط النجاح، تركيز على الشروط اللي تجيب لك الانتصار. مش كوم سي الانتصار هذا يحصل واحنا مازلنا ما لعبناش، وهذا اللي يخلي اللي كانوا الفريق واللي ما عندوش ماتيوريتي، فريق ما عندوش تجربه. واحنا اليوم قاعدين كيما نبنيو في الفكر الجماعي، زاد نبنيو في عقليه نتاع نعرفوا نتعاملوا مع لي رونديفو الكل. وهذوما راهو رونديفو هامين جدا. اذا تتخلى على حاجه ولا تركيزك يقول 10 ولا 20%، كون متاكد راهو